في كده جمله اللي هي انا مشغول، انا مشغوله، انا مش فاضي، انا مش فاضيه. طول الوقت كده في بني ادمين مدمنين جمله انا مش فاضي، انا مشغول، اصل ما فيش وقت، اصل ما فيش مش عارف ايه، اصل ما فيش داعي. طيب، في لازم نفرق ما بين حاجتين. هل انت مشغول برودكتيف، يعني انت مشغول وبتنتج، مشغول فعلا وبتعمل حاجه مهمه، بتعمل حاجه ليها وزن، ليها قيمه، حتى لو كنتي واقفه مثلا في المطبخ بتعملي حاجه مهمه، او لو حتى مثلا انت في المواصلات وبتعمل حاجه مهمه. ولا كلمه مشغول دي انت بتاخد من وراها كده الماسك، او بتاخد من وراها الجانب بتاع بتهرب وبتعيش دور ان انت مشغول عشان تهرب من الاولويات وبتهرب من المسؤوليات اللي المفروض انت تعملها. في ناس كده بياخدوا كلمه اصل انا مشغول، اصل انا مش فاضي، عشان يهربوا من الحاجات الكتير. زياره عائليه، تطوير ذات، قرايه كتاب، خروجه مع اصحابهم. يقول لك انا مشغول، انا مشغول، انا مشغول، وهو مش مشغول ولا حاجه. فلازم تفرق ما بين حاجتين. هل انت مشغول وفعلا بتعمل حاجه برودكتيف جدا وحاجه فيها انتاجيه عاليه، ولا انت مشغول